ذنوب الخلوات من أكثر المواضيع اللي يجيني عليها أسئلة خاصة من الشباب. الموضوع أسهل من شرب الماء. ترك ذنوب الخلوات أسهل من شرب الماء، لكن وش اللي يخليه صعب عند أغلب الناس؟ ليش؟ وش الصعوبة فيه؟ الله سبحانه وتعالى قال لأبونا آدم: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتم رغدا ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونوا من الظالمين. يعني شفت الجنة طول وعرض، وعلى قد ما فيها من النعم ومن الخير ومن الوفرة ومن الأرزاق، استمتع، انبسط أنت وزوجتك، تمشوا، خذ راحتكم، ولا تقربوا هذه الشجرة فقط. بس الشجرة لا تجيها، كاختبار من الله لصدق إيمان أبونا آدم. أبونا آدم بكل سهولة وبكل بساطة قدر عليه الشيطان، قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وسوسه كذا وراح بكل سهولة وأكل من الشجرة واستحق أنه يخرج من الجنة. يوصف الله وضع آدم فيما بعد، يقول رب العالمين: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي التنبيه، ما وجدت عند آدم عزم عشان أنا أعينه وأوفقه إنه ما يأكل من الشجرة. آدم ما عنده عزم، آدم ما كان يبغى، آدم ترك كل الخير اللي أنا أعطيته إياه وراح بإرادته. كيد الشيطان ضعيف، لكن اللي يخلي كيد الشيطان قوي هو الاستسلام. لما يجي شاب يقول: والله أنا عجزت، أنا ما قدرت، لا، أنت ما عجزت، أنت كذبت كذبة وصدقتها وقلت إني عجزت، لأن كلمتك هذه اللي أنت تقولها هي اللي تتحقق. عقلك الباطن يأخذها في عين الاعتبار وينفذها لك، يفرز كل كيمياء الجسم يخليك تحس بشعور أنك فعلا عاجز تترك ذنوب الخلوات. والشيطان يمرح ويسرح في عقلك وفي روحك وفي حياتك وأنت تقول: والله عجزت. أنت ما عجزت، أنت تحتاج يكون عندك عزم. إذا كان عندك عزم صادق، الله اللي بيوفقك، الله اللي بيعينك. وترى في البداية ممكن تحس بصعوبة، لكن ترى لذة ترك المعصية لما تكون أنت قادر أنك تعملها وتتركها لوجه الله، ترى بيجيك بعدها شعور ما ينوصف، أنت بتحسه. بس اعملها لله واعملها بإخلاص، واستعن بالله، استعن، قول: يا رب وفقني، أعني، اهدني إذا كنت صادق. فالخيار لك، أنت تقدر تتركها. لا توهم نفسك، لا تخدع نفسك، لا يخدعك الشيطان. يومكم سعيد.